ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا ما أقبلت على شربة الماء فقسمه أثلاثا، اشرب أول جرعة وقل بسم الله واشربها، ثم انتهي من الجرعة وقل الحمد لله، وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله، وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله، واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذرة بمعصية الله. لا إله وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك كده، سمي كده بسم الله وبعدين قول الحمد لله، وسمي بسم الله وقول الحمد لله، وسمي بسم الله والحمد. طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بأنك أنت تعصى ربنا فيه. ليه؟ لأنك استقبلت النعمة بذكر المنعم، ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء. وليه اشمعنى في المية؟ لأن الماء في الجوف أشيع.